لما الضحية بتاعت النرجسي تمرض، الموضوع بيقلب 180 درجة وبيبقى أقسى من الأول بكتير. النرجسي في الموقف ده بيعمل إيه؟ يا إما يتجاهل يا إما يستغل، والمهم عنده يفضل هو مركز الكون، كأنه البطل بتاع القصة حتى لو انت اللي بتعاني. تعالي أقولك بيعمل إيه بالظبط. 1. أول حاجة بيقلل من وجعك. ممكن يقولك إنك بتبالغ أو بتدوري على اهتمام، ويرفض يصدق إنك فعلا تعبانة. ليه؟ لأن المرض بيخلي الأضواء تروح منه ليكي بدل ما تكون عليه هو. 2. لو ما قدرش يتجاهل مرضك، بيحوله لعرض تمثيلي، يظهر قدام الناس إنه السند واللي واقف جنبك، بس الحقيقة كل ده عشان ياخد إعجاب وتعاطف من الناس، مش عشانك انتي. 3. ساعات يتعامل بلا مبالاة، ما يسألش عنك، ما يجيش يقعد معاكي ويلاقي أعذار إنه مشغول أو إنه الموضوع مش مهم. 4. وكمان ممكن يلعبها نفسياً، يفضل يذكرك إنك ضعيفة ومعتمدة عليه عشان يحسسك إنك مش قادرة تعيشي من غيره، وده يضاعفك أكتر. 5. وأوقات يرمي اللوم كله عليكي، يقولك إن مرضك ده بسببك عشان يبرر لنفسه إنه مش هيساعدك. طب تعملي إيه لو لقيتي نفسك في الموقف ده؟ أول حاجة تحطي بينك وبينه مسافة نفسية، وتفهمي إنه مش هيكون مصدر دعم حقيقي ليكي. تركزي على نفسك وعلى علاجك، وتجيبي ناس قلوبهم صافية يساعدوكي. ما تتردديش تطلبي مساعدة من بره، من أهلك أو أصحابك اللي بتثقي فيهم. وأهم حاجة ما تدخليش معاه في جدال، لأنه مش هيتغير.